عاوز تعمل مشروع عصافير وأول مرة تربي عصافير؟ كوباية القهوة علشان هقول لك على كام نصيحة علشان مشروعك ينجح. اعمل لايك ويلا بينا. أول حاجة علشان مشروعك ينجح لازم تختار المكان الصح، ويفضل إن المكان ده ما يكونش دور أرضي علشان الرطوبة، ويكون بيوصله شمس كويس، وكمان ما يكونش فوق السطح علشان الحرارة المرتفعة والأمطار، يعني يفضل يكون دور تاني مثلا ويكون بيوصله شمس. تاني حاجة لما تيجي تجهز الغرفة جهزها إن هي تنفع لأي طير، يعني هات سلكات تكون أحجامها مناسبة للروز، للكوكتيل، للبادجي، للفشر، بحيث إن هي تنفع معاك تربي فيها أي طير. وأنا أنصحك تجيب سلكات تكون عين 80 بحيث إن هي يكون فيها جزء 60 الأهالي وحضانة 20 علشان هتحل لك مشاكل كتير جدا بعد كده. تالت حاجة لما تيجي تختار العصفور، اختار العصفور اللي السوق بيحبه. العصفور اللي السوق بيحبه انت كمان حبه، علشان ده العصفور اللي هيكسبك طالما انت داخل مشروع. وما تربيش نوع واحد، على الأقل تربي نوعين عصافير، يعني تجيب مثلا روز ومعاه نوع تاني زي الكوكتيل أو الفشر أو الجاوا، أي نوع تاني. وأنا أفضل لك في الفترة دي أحسن حاجة تشتغل فيها هي الروز، لأنها مطلوبة جدا وأكتر من الكوكتيل كمان لو أنت عايز تلحق الموسم ده. رابع حاجة لو عايز تبدأ، ابدأ على الأقل من 3 ل 5 أزواج، ده أقل شيء. ليه؟ لأن العصافير مش كلها هتنتج في وقت واحد، ومش كلها هتبقى زي بعضها في التحضير، فممكن تلاقي إن زوج عندك اتأخر، ممكن تلاقي إن زوج تحضيره مش كويس، فلازم إن أنت تعمل حسابك إن أنت تجيب من 3 أزواج ل 5 أزواج، علشان لو في حاجة ما اشتغلتش أو في حاجة تحضيرها مش كويس تقدر إن أنت يبقى عندك بديل، تبدل مثلا البيض أو تنقل الفروخ بحيث إن أنت ما تخسرش إنتاجك، وكمان يبقى في حاجة عندك ضامن إن هي أنتجت، فبالتالي تغطي تكلفة المزرعة في البداية. خامس حاجة وهي إنك تشتري العصافير شباب على وش شغل، ده أفضل سن تبدأ بيه المشروع في الفترة الحالية علشان تلحق الموسم بتاعك. هات العصافير شباب على سن شغل، يعني 10 شهور مثلا لو أنت هتشتغل في الروز أو الكوكتيل، هاتهم سن 10 شهور بحيث إن العصافير تقعد عندك فترة بسيطة وتشتغل معاك على طول بإذن الله. سادس حاجة وأهم حاجة، بعد ما تعدي كل مرحلة من المراحل اللي أنا قلتها تصدق علشان ربنا يكرمك في مشوارك وتنجح بإذن الله. وعلى فكرة خطوة كويسة جدا إن أنت تشتغل لنفسك من صغرك لو أنت لسه شاب متخرج، وما تشتغلش عند الناس علشان تعبك يكون ليك أنت. لو أنت معايا لحد دلوقتي واستفدت من الفيديو قول لي في تعليق إيه أكتر حاجة استفدت منها في الفيديو. أخوكم أحمد إبراهيم من قناتكم هوا عصافير الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.